السلام عليكم متابعين قناة يوميات حنان، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو واحد المعسله من معسلات رمضان. غادي نديرو بشنيخه اللي كتجي ساهله وبنينه. عندي هنايا كيلو ديال الفورص طحين الرطب، اي نوع عندكم. كندير له واحد الحفيره بحال هكذا كيف كتشوفوا في الوسط، يعني العجينه راكم عارفينها. عندي هنا الراس ديال المعلقه ديال القرفه. الا بغيتو ديروا حتى المسكه الحره، او الا بغيتو تنكوها باي حاجه ديال الزرارع. عندي هنايا واحد رابعه ديال الزبده اللي كنت ذوبتها من قبل، خليتها بردات واحد شويه باش ما تحرقنيش في يدي. وعندي هنايا كاس ونص ديال الحليب اللي بارد خلطته كيف كتشوفوا. صافي دابا غادي نبدا العجينه. هنايا درت واحد الطريقه ديال الملحه لتعديل الذوق. صافي دابا غادي نبدا نعجن. هنا كتعجن غير بالزبده والحليب. درت واحد شويه ديال الزعفران، اللي كيدير الزعفران الحر يديرو، اللي ما بغاش يديرو ماشي مشكل، اختياري عادي. صافي هنايا كنعجن العجينه ديالي، وضروري العجينه تكون يعني شاده راسها، تكون قاصحه، ما تكونش العجينه مطلوقه جاريه. هاهي كيف كتشوفوا كتكون قاصحه شويه. انا هنايا الطحين الفرش دق ليا شويه كيطلق. صافي كنغطيوها ببلاستيكه وكنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، وكنرجعوا ليها. هنايا من بعد ما ارتاحت كيف كتشوفوا، صافي غادي نحيد عليها البلاستيكه وغادي نقطعها كويرات باش غادي نخدموها. قطعوا الكويرات على حسب الجهد ديالكم، علاش تخدموها نتوما على حسب اللي غدوز لكم في الماكينه. انا قطعتهم بحال هكذا، جاو شويه كبارين. كنعاود نغطيوهم ونخليوها يرتاحوا واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، لان العجينه قاصحه شويه. هنايا من بعد ما ارتاحوا غادي نبدا نجبد بالوحده، وغادي نبقى نطلقهم بشويه بالدلاك. هانتوما تبعوا معايا الطريقه، راه كلشي واضح. كنطلقهم بحال هكذا، كنطلق تقريبا 3 4. ما طلقتهاش كلها باش ما كما قلت لكم صدق ليا الطحين شويه كيسيح، باش ما تطلق لياش بزاف، باش ما ترخاش العجينه بزاف. صافي نطلقها بدلاك بحال هكذا باش تجيني رقيقه على حسب الماكينه. وغادي نحطها ونغطي بالبلاستيكه باش ما تشقق لياش، باش ما تنشف. ملي كتكون العجينه قاصحه بزاف ما يعني بلا ما ديروا لها الطحين، اصلا كتكون شاده راسها. صافي كنستمر بحال هكذا حتى كنطلق القياس اللي بغيت. 4 الحبات كما قلت لكم، 5 اولا حتى كلها ماشي مشكل. هنايا طلقتهم كلهم وغطيتهم بواحد البلاستيكه باش يطلقوا شويه، وجبت الماكينه باش غادي نبقى نزيد نرققهم. الماكينه دايرها هنايا على 4 باش تجي العجينه رقيقه. سمحوا لي انا مسحبنيش، ما كانتش كتبان الماكينه ديال العجينه، ما واضحاش مزيان. ها هي كيف كتشوفوا كتجي رقيقه ومطلوقه. غادي نعاود معكم وحده اخرى باش يجي داكشي واضح. هانتوما كيف كتشوفوا، واخا كندوزها غير مره واحده، راه يعني مره واحده كافيه الغرض، قاضيه الغرض. انا كيف قلت لكم كندوز غير بشويه لان العجينه طلقات ليا شويه، كنطلق غير بالربعه بثلاثه وكنخدمهم.
هنايا دوزتها في هذيك كتقطع رقيقه، كتقطع بحال الشعريه باش غتخرج لنا العجينه على الشكل اللي غادي نديرو بشنيخه كما كتشوفوها نتوما. صراحه ساهله ماشي صعيبه، كتبان هكا وكتجي زوينه. صافي هنايا كنشكلها على الشكل اللي بغيت انا. ممكن انكم تبرموها شي شويه باش تجي عاطيه شكل واحد اخر، ممكن انكم تضفروها، كل واحد وكيفاش كيبغي، ولكن هذا هو الشكل المتداول يعني اللي معروف على البشنيخه. ها هي من بعد ما قطعتها صافي، وضروري خليوها تنشف تقريبا واحد ربع ساعه 20 دقيقه حتى نص ساعه كاع، باش ملي تكون كتقلى ما تفرتت لكمش، لان كتجي طريه بزاف، كتجي طريه وكتجي رقيقه، داك الاخر ديالها كيتهرسوا. هنايا من بعد ما ساليت العجينه ديالي كلها كيف كتشوفوا شكلتها على شكل بشنيخه، كنخليها تنشف. هنا من بعد ما نشفت ليا ها نتوما شاده راسها بحال اللي كتيبس، درت الزيت يسخن. هنا من بعد ما سخن الزيت غادي نبدا القليان، يعني طريقه سهله بحال الشباكيه، بحال المقروط، بحال اي حاجه من المعسلات اللي كتقلى في الزيت. العسل كنت موجداه من قبل، يعني كان عندي العسل بارد واجد، انا سخنت غير الزيت وبديت القليان مباشره. صافي هنا غندير الكميه الكافيه ديالي، ملي كيهدن الزيت بحال هكذا صافي كنبدا نقلبها، ما كتبقاش كتغلي بزاف، كتكون بدات كطيب. صافي هي من بعد ما تقلات غادي نخرجها ونطفيها في العسل، وغادي نستمر على هاد الطريقه هكا حتى نكمل العجينه اللي عندي كلها. صافي هنا ملي كنحيد ديك القليه الاولى كنعاود ندير القليه الثانيه وكنستمر بحال هكذا. ملي كتدخل شويه ديال الطياب في القليه الثانيه كنبدا نخرج من العسل القليه الاولى بحال هكذا باش ما كيترادفليش شي على شي، وكنحصل صافي كنستمر بحال هكذا حتى كنسالي. كيف ما قلت لكم ها نتوما دابا هذيك بدا كيهدن الزيت ديالها شويه، مابقاش كيغلي بزاف، هذه غادي نخرجها باش كنبقى غادا يعني متساويه انا وياهم. هانتوما شوفوا تبارك الله كتجي زوينه، غير هي ملي تكونوا كطفيوها في العسل حاولوا عليها شويه، ما تكيوش عليها لان راه كتكون باقا هشيشه رطبه بزاف، ما تبركوش عليها بداك المغرفه ولا غير رشوا عليها العسل بشويه وصافي. وكنتمنى تعجبكم الطريقه ديال البشنيخه اللي درت انا. وها نتوما ديروا تشوفوا الشكل النهائي ديالها، صراحه جات زوينه وبصحه وراحه.